اهلا بيكم في قناة فن الطهي مع ايناس. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن الرز بالمعمر بطريقة بسيطة وسهلة، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. عبارة عن ايه؟ هناخد معانا 5 كوبايات من الرز المغسول، ومقدار الرز ده بتاعت انتي تحبي تعملي 3 4 5 على حسب ما انتي عايزة. وهناخد معاهم 5 كوبايات من المية على اللبن. احنا بنحط كوبايتين من المية على 3 لبن، لان لازم نحط مع الرز مية عشان يستوي. ومعانا معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين ونص صغيرين من الملح. وعندنا القشطة، كوباية صغيرة من القشطة. وعندنا 5 معالق من السمنة. وهاخد المقادير بتاعة السمنة والقشطة، هحطها كلها على الرز، وابتدي ان انا ادعك الرز بالقشطة والسمنة كويس قوي. هاخدها بالمعلقة الاول، وبعد كده هبتدي ان انا هاخدها ادعكها بايدي علشان الرزاية تتغلف. هحط دلوقتي السكر والملح معاه وهقلب كويس قوي. وهاجي بقى في الخطوه اللي قلتلكوا عليها دي، ان انا لازم ادعك الرز كويس قوي مع القشطه والسمنه عشان الرزايه كلها تتغلف. لان مش هعرف اعملها بالمعلقه كده، هلاقي رزايه اتغلفت ورزايه لا، فلازم ان انا امسك الرز كده بايدي كده وادعك فيه لحد ما كله يتشرب. وفي الوقت ده ان انا اكون مسخنه اللبن ده ما ينفعش يتحط في الرز المعمر ويكون بارد. لازم اللبن يكون سخن، اللبن على الميه، اللي هما ال5 كوبايات اللي قلتلكوا عليهم، اللي هي كوبايتين الميه عليهم 3 لبن، دول بيكونوا سخنين يعني مغليين. تمام. دلوقتي هجيب المقدار كله واحطه في الرز وهقلبها كويس، واكون مولعه البوتاجاز والشوايه، لان لازم الطاجن لما احطه في الفرن لازم اكون مولعه الشوايه عشان يديني الوش الاولاني المحمر بتاع الطاجن، وبعد كده يبتدي يستوي على مهله. الطاجن طلع معانا من الفرن واستوى. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتي.